فاجأت الفنانة أحلام الجمهور بظهورها بالبيجامة خلال ترويجها لبرنامج سعودي آيدول المقرر انطلاقه خلال الفترة المقبلة. ونشرت أحلام مجموعة صور لها من البرنامج عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، وظهرت مرتدية بيجامة وهو ما أثار انتباه متابعيها. وعلقت أحلام على الصورة التي نشرتها كاتبة: من اللقاء الأول مع السوشيال ميديا، محبوبة السعودية في الرياض، الحب، انتظرونا قريبا، سعودي آيدول. وانهالت التعليقات من جمهورها ومتابعيها، ومنهم من علق على تغير ملامحها وظهورها بملامح أصغر سنا، والبعض الآخر علق على ظهورها بالبيجامة. وجاءت بعض التعليقات كالآتي: أي شيء والسلام، كيف أقنعكم أن البيجامة صارت أو آيفر؟ أختي كيف صغرتي؟ هيك صرتي أصغر مني، والله ما عرفتها إلا لما شفت الاسم. كيف لابسة قميص نوم؟ معقول؟ وين الإدارة عنك؟ وفي وقت سابق أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ انطلاق البرنامج الأول من نوعه، وهو برنامج سعودي آيدول لمواهب الغناء في المملكة مع لجنة التحكيم تتألف من نخبة من النجوم العرب، وهو الفنان السعودي أصيل أبو بكر، والمطربة الإماراتية أحلام الشامسي، والمطربة السورية أصالة نصري، والمطربة العراقية ماجد المهندس. وروج تركي آل الشيخ للبرنامج إذ نشر تغريدة عبر موقع التدوينة القصيرة تويتر كتب فيها: سعيد بالإعلان عن شراكة جديدة بين هيئة الترفيه ومجموعة قنوات MBC لإطلاق برنامج سعودي آيدول.